لما تلاقي نفسك مش قادر تحقق حلمك اللي على طول عمال تحلمه وعايش علشانه، ومش قادر تعيش بالشكل اللي انت كنت رسمه وبتتمناه، عادي جدا. اكيد هنزعل وهتتضايق، ده طبيعي وحقك. لكن فورا بعدها لازم نقعد ونفوق ونخلق البدايل. مفيش حاجة اسمها احبط علشان ما اشتغلتش في الوظيفة الجامدة اللي كنت بحلم بيها، ولا علشان ما اتجوزتش الفارس اللي جاي على الحصان الاخضر ولا الاصفر، ولا ان جوزي ما طلعش رومانسي وما بيجيبش ورد. هنا بقى يا جماعة بدايل نفسية فورا. اوعى تحبط، اوعى تسيب نفسك للاستسلام. مش مشكلة ان كل حاجة مش ماشية على مزاجك، احنا ممكن نغير كل حاجة. بس كمان اوعى تفكر انك عايز تغير الواقع او الناس اللي حواليك. كل اللي احنا متحكمين فيه هو نفسنا ودماغنا وتقبلنا للأمور وردود أفعالنا. طيب ده سهل ولا صعب؟ وازاي؟ لا، بالنسبة للسهولة والصعوبة هو أكيد مفيش حاجة سهلة جدا، لكن مفيش حاجة صعبة مع التدريب. ازاي بقى؟ تعال أقولك ازاي. هنا لازم نشوف باقي جوانب الموضوع. أول حاجة لازم تشوف إنه مش معنى إنك محققتش حلمك دلوقتي يبقى خلاص مش هيتحقق. الأمل لازم يكون موجود، والسعي موجود دايما دايما لتحقيقه، ما يقفش أبدا. الأمور يا جماعة بتتغير في غمضة عين، والبني آدمين كمان بيتغيروا على فكرة في ثانية. ربنا بيهدي في ثانية، ودينا شفنا اللي حصل لسما المصري مثلا، ربنا هداها في ثانية سبحان الله. فالتغيير ده ممكن يحصل واحنا ما نعرفش ازاي، دي حاجة بتاعت ربنا. تاني حاجة بقى لازم نفتش عن البدايل اللي بتدينا نفس الإحساس اللي احنا فاقدينه في اللحظة ديت. تالت حاجة ما تركزش قوي على اللي مش في ايدك، ركز على الميزة من وضعك الحالي وتقبل الأمور بهدوء. أنا عارفة ده مش سهل، لكن خلي بالك هي حياة واحدة اللي هنعيشها، فتفتكر بقى إنها تستاهل نضيعها في الحزن والبكا على اللي مش موجود واللي ما تحققش، ولا نفرح وننبسط باللي موجود دلوقتي ونأمل إن اللي جاي هيبقى أحسن؟ شئنا أم أبينا الواقع حصل وبيحصل، يبقى نتقبل ونتكيف ولا نقعد نعيط على جنب؟ احنا اللي بنختار يا جماعة، زي ما بقول لنا دايما، اختار اختار اختار.